النهارده جايب لك حكايتي لما عشت يوم كامل في سينما مهجوره، والحقيقه هم مش 24 ساعه بس اللي قعدتهم هناك. انا اشتغلت 3 سنين كاملين في المكان ده. بدات حكايتي في اول يوم عرض الفيلم ذا فيرست اومن. والنصيحه مني اي حد يقول لك تعالى ندخل الفيلم ده ما تروحش. الفيلم قصته عبارة عن بنت أمريكية بتسافر لروما عشان تأدي خدمتها في الكنيسة، ولما بتوصل بتولد مخلوق بيجيب الشر للكوكب كله. أول حاجة أنا شغال بقالي 3 سنين في مول مشهور جدا في اسكندرية، بس من غير ما حد ما يعرف، مش معرف حد لأن ما بحبش حد يعرف أسراري. وشغال تحديدا في صالات السينما اللي في المول ده مع فريق النظافة. يعني بعد ما الفيلم بيخلص احنا بنخش ورا الناس بننظف المكان، وكنا متقسمين لكذا شيفت. أنا الشيفت بتاعي بيبدأ من 12 ونص بالليل عشان مش عايز احتك بحد ممكن يكون يعرفني، ولا عايز حد يعرفني يشوفني وانا شغال الشغل ده. لحد من اسبوع واحد بس، وبعد 3 سنين شغل سبت المكان بسبب حاجه حصلت بعد عرض الفيلم اللي قلت لك عليه. والفيلم ده بس بالتحديد بعد ما بدخل، بعد الناس ما بيخلصوا الحفله بتاعت الفيلم، على طول بحس الشعور غريب وان في حاجه غلط في المكان. وصدقوني الفيلم ده مكانه مش السينما خالص، لان الفيلم ده بالتحديد اي حد بيشوفه بيدخل في حاله نفسيه مش كويسه، بسبب ان زي ما قلت لك قبل كده اغلب القصص اللي ليها علاقه بالرعب والعفاريت بيكون فيها بشكل مباشر او شكل مش مباشر تعاويذ حقيقيه، واكيد دي بتعمل حاجات في الشخص اللي بيتفرج، ولو ما عملتلهوش هو هتحضر حاجه في المكان اللي اشتغل فيه الفيلم. فتخيل بقى انا شغال في المكان اللي بيشتغل فيه الفيلم. من اسبوع بعد ما عدى ساعه ونص تقريبا من الشفت، جا واحد من زمايلي قال لي روح على قاعه 5، وده معناه ان في حفله لسه خالصه في القاعه دي، ولازم نروح بسرعه الناس اللي شغاله في السينما علشان ننظف القاعه دي علشان الحفله اللي بعديها الناس تلحق تخش ومكان نضيف. وانا ما كنتش ناوي اروح بصراحه لان كنت عارف الفيلم اللي كان شغال هناك ايه، بس زي اي حد كنت مقلق من الخصم وكده، فلازم اروح اعمل ايه. فرحت دخلت، ودخل معايا واحد كان شغال معايا، وعشان ما اقولش اسمه الحقيقي هنسميه احمد. اول ما دخلت لقيت المكان حر وزي ما يكون التكييف مقفول، بس مستحيل لان كان في ناس قاعده، فمستحيل يقفلوا التكييف لان الناس هتشتكي، ولو حصل واتقفل اكيد الناس هتشتكي لان المكان مقفول فهيبقى حر بسرعه. فقلت يمكن فاصلينه بيريحوه عقبال ما تبتدي الحفله اللي بعديها. بس مش ده الغريب. الغريب ان المكان كان ريحته منتنه، مستحيل الريحه دي تبقى في مكان بيتنضف كل ساعه تقريبا. والناس نفسها وهم خارجين من الفيلم كان شكلهم مش مظبوط، في حاجه غلط، تحس كده وشهم مخضوض ومصفر، وكانوا كلهم طالعين ساكتين، محدش قال اي كلمه لاي حد. مع ان هم داخلين كان في ناس كتير داخله اصحاب مع بعض. مش غريبه ان يخشوا اصحاب مع بعض فيلم ويطلعوا محدش يتكلم ولا حتى علقوا على حاجه في الفيلم، ولا حتى حد فيهم كان هو طالع ماسك تليفونه، كله ماشي ايده جنبه مبلم وماشي. قلت عادي يمكن فعلا الفيلم رعبهم قوي كده، وكده كده فيلم رعب فطبيعي يطلعوا مخضوضين. وفسد دماغي. دخلت وبدات اشتغل انا واحمد ونلم الزباله والحاجات اللي الناس رمياها. وبعد 5 دقايق بالظبط واحنا شغالين حد من المشرفين بتوعنا نادى على احمد قال له اطلع وروح قاعه 2، فخرج وسابني، ودي اكتر حاجه انا ما اتمنهاش. وبعد ما خرج احمد عدى دقيقتين تقريبا سمعت صوت حاجه وقعت. شفت في افلام الرعب لما حد يحصل له حاجه ويقع ودماغه تخبط في الارض، اهو صوت الخبطه اللي في الارض ده سمعته بالظبط في القاعه كلها، بس جاي من فوق. انا محدد مكان الصوت جاي من فوق، وانا كنت بنضف تحت. قلت يمكن حد عادي ناسي حاجه او كرسي ما اتقفلش معلق، بس قلت برضو اروح ابص اشوف في ايه، ما انا كده كده بنضف، فلو حد ناسي حاجه ووقعت وراح اشتكى ان مكان مش نضيف، انا كده كده اللي بنضف لوحدي دلوقتي. احمد سابني وطلع، فمعنى كده انا اللي كبرت دماغي وما نضفتش. فبرضه عشان الجزاءات والخصومات وكده قلت اشوف في ايه. فطلعت من عند الشاشه تحت لحد فوق خالص، ولما طلعت قعدت ابص يمين وشمال ما لقيتش اي حاجه. ولما قعدت ادور كويس اشوف يمكن انا مش واخد بالي علشان الاضاءه مش جامده، ولسه بطلع الكشاف اللي معايا عشان انور، الكشاف منورش. واول ما دوست على الزرار نور القاعه كله قفل، بقى المكان كله ضلمه وانا مش شايف اي حاجه، والحاجه اللي معايا بتنور مش شغاله. هنا مش عارف اوصف لك الرعب اللي كنت فيه. انت في مكان متاكد ان في حاجه غلط بتحصل والكهرباء قطعت وانت مش شايف اي حاجه، ده غير الاصوات اللي كنت سامعها، وانا متاكد ان انا لوحدي. وشوف المكان كبير قد ايه والدنيا ضلمه، فانا مش شايف، فحتى لو حبيت اخرج انا مش شايف حاجه. فسحبت اللاسلكي وعلى طول كلمت حد من المشرفين وقعدت انادي عليهم وانادي على احمد، مفيش اي حد بيرد. جهاز شغال بس محدش بيرد، ودي غريبه لان اللي عارف اللاسلكيات والوكمان والحاجات دي على طول بتلقط اشاره وبتبقى شغاله، غير لو الناس اللي معاهم نفس الجهاز اللي معايا قافلينه، ومستحيل كل الاستاف يبقى قافله في نفس الوقت. قعدت انادي مره 2 3 محدش بيرد، وانا مش سامع حاجه ولا شايف حاجه، انا قاعد في ضلمه ومستني نصيبي. لحد مره واحده سمعت صوت موتني رعب، سمعت صوت خربشه
على الحيطان. لا اراديا جريت لحد الشاشه بعيد عن الصوت ده، اخدت القاعه كلها من فوق لتحت في ثواني. واول ما خلاص حسيت ان انا وصلت عند الشاشه، لان انا خبطت في حيطه، الشاشه اشتغلت ونورت المكان كله. هو مش النور العالي اللي في دماغك، بس نور منور المكان، انا شايف كل حاجه حواليا خلاص. قلت يمكن كان في عطل في الكهرباء، واول حاجه اشتغلت الشاشه اول ما جت الكهرباء خلاص. فلفيت عشان ابص للشاشه، لان الاضاءه كان فيها حاجات بتتحرك، فقلت اشوف ايه اللي شغال، لان الكهرباء تبقى قطعه ولما تيجي يشتغل فيلم حاجه غريبه، لازم حد يشغله بنفسه. لقيت فيديو معروض فيه مدخل لعماره في مكان ضلمه، ولما قعدت ركزت كده لقيت ان ده مدخل باب عمارتي اصلا. طب ده جه في الشاشه ازاي؟ ومين جاب اللقطه دي؟ حد بيهزر معايا ولا ايه اللي بيحصل؟ فقعدت انادي على الناس، يا احمد بطل هزار ومش عارف ايه، ده مش هزار. وقعدت انادي على المشرف التاني اللي نادى عليه، محدش بيرد. والفيديو فضل شغال ان حد طالع، وانا سامع في الفيديو صوت رجلين لحد ما وصل قدام باب شقتي. طب ايه بقى، ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم اعمل ايه برضو، انا مش فاهم. طلعت اجري، حاولت افتح باب القاعه ما بيتفتحش، ومره واحده سمعت صوت رجلين على السلم اللي في القاعه، وعقبال ما لفيت اشوف في ايه سمعت صوت كلام جاي من الشاشه. لفيت بصيت لقيت حد لابس بدله سودا واقف قدام باب شقتي، ولقيت الشخص ده ماسك في ايده حاجه بيضه ملفوفه وطالع منها صوت طفل عمال يعيط. وقف وحط اللفه دي بالبيبي قدام الباب وخبط واختفى، مش مشى. هو اول ما خبط اتبخر. فضلت واقف ثواني كده متنح وبحاول اجمع، ما مش فاهم حاجه، وعايز الف اروح احاول اطلع من الباب تاني، انا مش قادر اتحرك، انا اتمسمرت مكاني. ومره واحده سمعت صوت ناس كتير قوي عماله توشوش بعض في القاعه، والقاعه انا شايف مفيش غيري فيها، والصوت بدا يعلى جامد قوي لحد مره واحده سمعت صوت باب بيتفتح. لحد اللي جه في دماغي لقيت مراتي اللي بتفتح باب الشقه اللي في الفيديو وبتاخد البيبي اللي على الارض ده. ساعتها لا اراديا طلعت جريت وقعدت ارزع في الباب لحد ما اتفتح، وانا طالع كان احمد داخل قعد يقول لي في ايه، ما سمعتهوش، خبطت فيه وكملت جري. وكل الموظفين قعدوا ينادوا عليا بس انا ما سمعتش لاي حد، وخدتها جري لحد البيت. اول ما وصلت لقيت مع مراتي فعلا البيبي ده. عملت نفسي عبيط وقعدت اقول لها هو ده جالك منين ولا ايه ده، ولا ابن مين ده، ابن حد من الجيران؟ فقالت لي اللي حصل، قالت لي لا انا كنت قاعده سمعت الباب خبط فتحت لقيت البيبي ده. قلت لها طب احنا مش هينفع نخليه ولازم نوديه لملجأ ايتام، لان ده مش ابننا والله اعلم بتاع مين، واكيد لو ليه اهل هيدوروا عليه وهيشوفوا ملاجئ الايتام وكده، او على الاقل نروح نسلمه للشرطه وهم هيشوفوا بقى مين اهله. الحقيقه مراتي رفضت وقالت لي لا، ما يمكن ربنا بعته لنا عشان احنا مش بنخلف، لان بقالنا 5 سنين متجوزين ما جبناش ولا بيبي، ومهما حاولنا ورحنا لدكاتره مفيش اي تغيير. فقالت لي يمكن ربنا بعت لنا البيبي ده علشان يعوضنا كل السنين دي. الحقيقه انا ما اقتنعتش وكنت عايز اخلص منه عشان اللي انا شفته في السينما. وعايز اقول لك ان انا من ساعتها ما رجعتش السينما دي تاني، وحاولوا ياما يكلموني عشان ارجع وانا رفضت، وحتى كان ليا باقي مرتب قلت لهم مش عايزه، انا مش عايز ادخل المكان ده تاني. وسالت اصحابي اللي كانوا شغالين هناك عن اللي حصل بعد كده، او في حد حصل له حاجه في المكان ده او شاف حاجه مش طبيعيه زي اللي انا شفتها. قالوا لي ان من بعد اليوم ده بطلوا يعرضوا الفيلم ده، والقاعه كمان اتقفلت واتكتب عليها مغلق للصيانه. والغريبه ان دي ما كانتش اول مره حد يكون شغال هناك يحصل له حاجه غريبه كده. ولحد من كام يوم ما كناش عارفين نعمل ايه في البيبي اللي احنا لقيناه ده او اللي اتبعت لمراتي. وحاولت اقنع مراتي تاني ان انا اخده واوديه لملجأ ايتام، ورفضت بعنف واتخانقت معايا كمان علشان ما مشيهوش. ففي يوم عملت لها عصير وحطيت لها فيه منوم عشان اعرف اخد البيبي واروح براحتي واسيبه في اي ملجأ، لان انا بس اللي عارف القصه اللي وراه، ما حكيت لهاش اي حاجه. حتى لما سالتني سبت شغلي ليه قلت لها حصل مشاكل وكده وخلاص انا مش طايق المكان. وفعلا اخدت البيبي من وراها بعد ما نامت وسبته في ملجأ ايتام، ونقيت ابعد ملجأ ايتام عن البيت عندي. فلما مراتي صحيت قعدت تدور على البيبي ما لقيتهوش، فقلت لها اللي انا عملته. طبعا ما عدتش الموضوع بسهوله وخنقتني، وبصراحه من بعد الموضوع ده تصرفاتها اتغيرت معايا خالص. بتصحى بالليل تقعد تصرخ، بقى الصوت غريب مش صوت بني ادمين عادي. وساعات ببقى نايم بصحى ما بلاقيهاش، اقوم ادور عليها الاقيها نايمه وبتمشي في الشقه زي الزومبي بالظبط. واخر حاجه لاحظتها عليها وكانت غريبه جدا ان جسمها بيصغر بس بطنها بتكبر. وبعد الكشف عليها اكتشفنا ان هي حامل فعلا بعد 5 سنين. وانا بصراحه مش عارف افرح ولا لا من المولود اللي جاي ده غير ان انا لسه ما لقيتش شغل. وفي يوم وانا قاعد جات لي رساله على التليفون كان مكتوب فيها التالي: هي شربتها كروديا كل فيديو تشربها، وبس كده القصه تبقى خلصت.
حبيت اسيب الباقي لمخيلتك، وكل ده تأليف مش حقيقة، انا مش متجوز اساسا، ايدي فاضية. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات، واتمنى يكون الفيديو عجبك. وبس يا زميلي، سلام.